السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اساطير؟ عاملين ايه؟ شو الاخبار اليوم؟ والله وحشتوني جدا 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 جدا. وحاولوا بس ايه اضغطوا لايكات وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد طبعا، وما تنسوش تشتركوا في القناة. تمام. ويلا بينا بقى ايه نبدأ بقى حكايتنا مع رواية الانتقام عدالة قاسية ولو بعد حين، من الفصل 916، هجوم وقح. طبعا كان اخر مرة نزلت انا من 910 لغاية 915، هننزل بقى من 916. انا طبعا موجود لغايه دلوقتي كده لغايه ال 1200. تمام. فشوفوا كده، عايزين ان انا انزل اخر فصول ولا نبدا من الاول؟ فانتوا شوفوا كده ايه محتاجين ايه بالظبط. تمام. انا طبعا اسف جدا كده ان انا طولت عليكم شويه حلوين، لاني يعني حرفيا انا ماليش نفسي اصلا انزل اي حاجه يعني. طبعا الدنيا واقعه سودة، ولا لايكات ولا مشاهدات ولا بص، الدنيا خربانه خالص. فطبعا ما كانش عندي نفس اصلا ان أنا نعمل اي حاجه في اي حاجه على اليوتيوب يعني. بس يعني قلت برضو ايه ندي كده محاولة كمان ونجرب تاني. ويلا بينا ايه نبدأ حكايتنا. الفصل 916، هجوم وقح. كان لدى عاصف نظرة قاتمة وعبوس عميق على وجهه بينما سار بسرعة وسأل زعيم التلاميذ الثمانية بعد رؤية كيف انتهى بهم الأمر جميعا إلى تقيؤ الدماء بعد الهجوم المضاد لفارس: هل أنت بخير تاكورا؟ بصق تاكورا الدم من فمه وقال بصوت عالي: عاصف، نحن بخير. قال تاكورا بحزن: لقد كنا مهملين في وقت سابق، لكننا لن نعطيه أي فرصة هذه المرة. كانت عيناه مليئة بالكراهية وكلماته تشع بعدم قبول هزيمته. أيها الإخوة، هيا بنا، لا تترددوا هذه المرة. مع ثمانيتنا مجتمعين أنا متأكد أننا سنكون قادرين على التفوق على هذا الشاب الأردناري. بدا التلاميذ الثمانية غاضبين حتى مع تساقط الدم من زوايا أفواههم. لم تخطر ببالهم فكرة التراجع عن هذه المعركة. كانوا يغلون غضبا وكراهية. كانت نتائج القتال في وقت سابق محرج للغاية بالنسبة لهم، وكان على الثمانية التأكد من فوزهم بالجولة الثانية من أجل استعادة مكانتهم في دائرة الفنون القتالية، وإلا فإن التلاميذ الثمانية الرئيسيين لمنظمة الحكام الثلاثة سوف يصبحون مادة للسخرية. ومع صيحة زعيمهم اندفع الثمانية إلى الأمام للقتال مرة أخرى على الرغم من إصابتهم. كان هؤلاء التلاميذ صغارا وغير قادرين على تحمل الهزيمة. هز عاصف رأسه وهو ينظر. يبدو أن ما قاله المعلم كيلاني سابقا كان صحيحا. هذا الشاب ليس بهذه البساطة كما يبدو. أصبح التعبير على وجه عاصف قاتما بينما استمر في مشاهدة فارس حيثما كان يقف. ولكن على الرغم من أنه أدرك بالفعل مدى قوة فارس، إلا أن عاصف لم ينضم إلى القتال على الفوش. استمر في الوقوف حيث كان تعبيره قاتما. لم يكن أحد يعرف بالضبط ما كان يحدث تحت سطحه الهادئ. بحلول هذا الوقت كان التلاميذ الثمانية في منظمة الحكام الثلاثة قد انطلقوا بالفعل إلى الأمام. كانت أجسادهم الرشيقة مثل السيوف المسلولة مباشرة إلى السماء بينما أطلقوا طاقتهم الداخلية. أيها الوغد، دعنا نتقاتل مرة أخرى. لقد كنا نحن الأخوة مهملين في الجولة الأخيرة. هذه المرة سوف نقتلك. وصل الثمانية إلى فارس وهم يزأرون بغضب وانفجرت طاقتهم الداخلية. ضربة السيف الوهمية، كف إطفاء الحياة، قبضة الحكام الثلاثة. كان التلاميذ الثمانية مثل الخالدين الذين عبروا البحر في الأساطير الأردنارية القديمة، حيث أظهر كل منهم قواه السحرية بحركة مختلفة من الفنون القتالية. لم يكبحوا طاقتهم الداخلية وأطلقوها. تجمعت طاقتهم الداخلية حول الرياح القوية المحيطة بهم. تمكن الحشد من رؤية أشعة الطاقة الساطعة والحادة حيثما وقف التلاميذ الثمانية. الطاقة الداخلية المعبعثة من الثمانية اندمجت لتصبح إعصارا وتوجهت نحو فارس. ومع ذلك
وقف فارس بفخر ويديه خلف ظهره وسط العاصفة الطاقية التي أحدثها التلاميذ الثمانية. وقد كان شجاعا، ولم يكن هناك سوى نظرة ازدراء على وجهه الوسيم. هي المفروض العاصفة الطاغية التي أحدثها التلاميذ الثمانية. لقد كان شجاعا، ولم يكن هناك سوى نظرة ازدراء على وجهه الوسيم، قال فارس بازدراء وهو يهز رأسه. لقد اعتقدت أن تلاميذ منظمة الحكام الثلاثة يجب أن يكونوا من أفضل الناس. الآن أرى أنهم مجرد بشر عاديين لا يستطيعون حتى تحمل الفشل. كيف يمكنهم تحقيق أشياء عظيمة بهذا الموقف في دائرة الفنون القتالية؟ لقد هزمهم في وقت سابق بضربة واحدة فقط. لو كان هؤلاء الأشخاص لديهم أي وعي ذاتي لكانوا قد أدركوا أنهم ليسوا منافسين له على الإطلاق. تفاجأ فارس بأن هذه المجموعة المكونة من 8 أشخاص رفضت مواجهة الحقيقة، وعزوا هزيمتهم السابقة إلى الإهمال بدلا من ذلك. بما أن الأمر كذلك، فلن أترك مجالا للشك في هزيمتكم هذه المرة. انطلق فارس نحو السماء بينما كان يتحدث. في قمة جبل فوجي بدأت قوة الطاقة من السماء والأرض بالتجمع تجاه فارس. بدأ جسده ينتفخ بقوة الطاقة بينما كان الحشد ينظر إليه. بدا وكأنه وتر مشدود بسهم يتم سحبه إلى الخلف بقوة وجاهز لإطلاق نحو هدفه. رفع فارس كفه وبدا وكأنه بإمكانه محو السماء التي جلبت هبة ريح قوية، ثم أسقطها في لحظة. كان الحشد يشاهدون كيف ضربت راحة فارس الإعصار الذي شكله التلاميذ الثمانية من منظمة الحكام الثلاثة. اعتقد راناش في البداية إن التلاميذ الثمانية قادرون على القتال لفترة أطول قليلا، لكن من الواضح أن اعتقاده كان خاطئا. لقد انتهت المعركة بشكل أسرع من الجولة الأخيرة. تحطم الإعصار بضربة راحة يد من فارس، وسقط التلاميذ الثمانية على الأرض بينما تتدفق الدم من أفواههم. كان فارس مستعدا لضرب هؤلاء الضعفاء الثمانية وإيذائهم بشدة أمامه عندما شعر فجأة بانفجار من الطاقة من خلفه. جاء نحو فارس من الخلف ظل سريع مثل البرق وهاجمه. صرخت سمارة بقلق عندما لاحظت هذا. سيدي كن حذرا. أحس فارس بالتهديد المميت من ظهره في نفس الوقت. عبس بينما أظهر نظرة جدية نادرة على وجهه. حول فارس انتباهه بعيدا عن التلاميذ الثمانية من منظمة الحكام الثلاثة واستدار بسرعة لمنع الهجوم. لقد فوجئ فارس لذلك على الرغم من محاولته، إلا أنه لم يتمكن من صد الضربة من عاصف في الوقت المناسب، حيث اخترقت اللكمة دفاعات فارس واصطدمت مباشرة بصدره. كانت الطاقة الداخلية من راحة يد عاصف مثل نهر متدفق نحو جسد فارس مع الضربة. خرج تأوه خفيف من فارس عندما بدأ الدم يتساقط من فمه. الآن أيها الإخوة، دعونا نجمع قوانا. كان من الأفضل أن يضربوا عندما يكون خصمهم في وضع ضعيف. قرر التلاميذ الثمانية من منظمة الحكام الثلاثة اغتنام الفرصة لمهاجمة فارس عندما رأوا أنه أصيب على يد عاصف، وبدون تردد هاجموا فارس بحركاتهم المختلفة. سمعت سلسلة من 8 أصوات مدوية عندما سقطت الضربات من التلاميذ على ظهر فارس. سقط فارس إلى الوراء في الجبل أسفله مثل طائرة ورقية. انقطع خيطها وسقطت أخيرا على الجبل. سقط جسده وتدحرج الصخور والحجارة فوقه، وارتفعت السلوك على الأرض إلى الأعلى ورفرفت نحو السماء. ثم دفن فارس بين الأنقاض. لم يكن من الممكن رؤية سواس بقع الدماء، فمن الصعب على فارس الفوز في هذه المعركة، حيث انضم عاصف إلى أقوى التلاميذ الثمانية من منظمة الحكام الثلاثة. معلمي، لم تتمكن سمارة هنداوي من السيطرة على دموعها وهي تركض نحو المكان الذي سقط فيه فارس. حقير، وقح، لقد هاجمتم المعلم سرا، أنتم جميعا بلا خجل.
صرخت سمارة بغضب على عاصف والبقية بينما كانت تركض نحو فارس. صرخاتها المحزنة ظلت تتردد في أرجاء الجبل. يتبع الفصل 917 النهوض من بين الرماد. عبس عاصف عندما سمع صرخات الاتهامات من سمارة. وبخ عاصف بغضب: اصمتي، ما يهم هو النتيجة وليس العملية. سمارة هنداوي، لقد مات فارس، لا أحد يستطيع حمايتك الآن. إذا كنت تعرفين ما هو الجيد بالنسبة لك فاذهبي إلى المذبح وضحي بنفسك للترحيب بحاكمة القمر. هذا هو مصيرك، لا مفر منه. لقد كان بالفعل غير سعيد بسلوك سمارة. بدلا من أن تكون مخلصة لهويتها والتزاماتها كيابانية، لم تقع سمارة هنداوي في حب رجل أردناري فحسب، بل أرادت أيضا الهروب معه. كانت هذه خيانة، لقد ارتكبت الخيانة فعلا. لولا الوضع الخاص لسمارة لكان عاصف قد قتلها بالفعل الآن، ولكن بما أن فارس قد هزم على أيديهم فلا أحد يستطيع حماية سمارة الآن. كان عليهم أن تنفذ أوامرهم. انهمرت الدموع على وجه سمارة وهي تهز رأسها بقوة في إنكار. هذا هراء، أنتم جميعا تتفوهون بهراء. سيدي لن يموت بهذه السهولة، لا بد أنه لا يزال على قيد الحياة. كانت هناك نظرة ذعر على وجهها الجميل. ركضت سمارة إلى مكان سقوط فارس وبدأت في تحريك الصخور والحجارة جانبا مثل امرأة مجنونة. خدشت الصخور والحجارة يديها وسرعان ما أصبحت يدها مغطاة بالدماء، لكنها لم تهتم. كان سيدها هو كل شيء بالنسبة لها، ولو مات بسببها فلن تسامح نفسها أبدا. آنسة سمارة، توقفي عن إهدار طاقتك. إن قوتنا المشتركة هائلة للغاية. لقد تعرض ذلك الطفل الأردناري أولا لضربة قوية مثل عاصف، ثم تعرض بعد ذلك لعدة ضربات منا نحن الثمانية. حتى لو لم يكن ميتا حتى الآن فلن يكون بعيدا عن الموت. ما الفائدة من العثور عليه في هذه الأنقاض؟ توقفي عن إهدار جهدك. كوني فتاة جيدة واستمعي إلى عاصف. ضحي بنفسك لحاكمة القمر من أجل فنون القتال اليابانية. لا تقلقي، سوف نتذكر التضحيات التي قدمتها بعد وفاتك. أطلق التلاميذ الثمانية من منظمة الحكام الثلاثة ضحكات ساخرة. شعروا بالسعادة بعد الانتقام من فارس. ظهر ذلك على وجوههم عندما تحدثوا إلى سمارة، لكن سمارة تجاهلت تعليقاتهم الساخرة واستمرت في البحث عن جسد سيدها في الأنقاض. تجاهلت الدماء التي سالت من يديها رغم أنها لطخت الملابس التي كانت ترتديها. قال راناش وهو لا يستطيع تحمل مراقبتها لفترة أطول، ومشى نحو الأنقاض لمساعدة سمارة على النهوض. آنسة سمارة، أنا آسف على خسارتك. ما قاله عاصف والبقية لم يكن خاطئا. فرص نجاته من الإصابات الخطيرة المتعددة ضئيلة للغاية. الصخور هنا تزن طنا، لذلك من المستحيل عليك دفع كل هذه الأشياء جانبا للعثور عليه. لقد رحل الموتى بالفعل، والأحياء هم المهمون. تنهد وهو يهز رأسه. كان هناك ندم في كلماته. لقد مات أستاذ كبير يبلغ من العمر 20 عاما، حتى قبل أن تتاح له فرصة هز عالم الفنون القتالية بأكمله. حتى لو كان أردناريا فإن وفاته لا تزال تمثل خسارة كبيرة لعالم الفنون القتالية. شعر راناش أن الأمر كان مؤسفا للغاية. لا أستطيع إلا القول بأن السبب في ذلك ربما هو أن السماوات تغار من موهبة فارس. قال المعلم كيلاني بفخر: هل كانت السماء تغار من موهبته؟ هذا هراء. هذا الطفل من أردنار كان أحمقا لاعتقاده أنه يستطيع اقتحام جبل فوجي بمفرده واختطاف حاكمتنا. لقد استحق أن يقتله عاصف. ردت إسحاق هيروتو نفس الرأي بالضبط. كيف يجرؤ على تحدي دائرة الفنون القتالية اليابانية بأكملها بمفرده؟
إنه مجرد طفل. إذا لم يمت فأين سيتركنا هذا؟ في الواقع يجب أن يكون فخورا لأنه مات على يد عاصف. ضحك إسحاق هيروتو بنظرة شريرة. كان الانتقام ممتعا للغاية. فقد ذراعه اليمنى بسبب فارس، فقد صغاره بسبب فارس، وبسبب فارس قد فقد حجرهما المقدس الآن في بلد آخر. كانت الكراهية التي يحملها اتجاه فارس لا نهاية لها، مثل الأمواج القوية من المحيط التي تضرب الشواطئ باستمرار. في الواقع إذا أتيحت الفرصة أراد إسحاق هيروتو أن يتغذى على لحم فارس ويشرب دماؤه كعمل انتقامي. بالنسبة لإسحاق هيروتو مات فارس بسرعة وسهولة كبيرة. كفى، توقفوا عن إضاعة الوقت. احضروها إلى المذبح فلنستمر في مراسم إيقاظ الحاكمة. تمت مقاطعة الحفل بسبب فارس. الآن بعد أن مات لن يكون هناك أي شخص آخر يستطيع أن يفسد الحفل، لذلك كان لابد من استئناف حفلة إيقاظ الحاكم. تماما عندما كان حاكم السيف على وشك إجبار سمارة على الصعود إلى المذبح وإلى فوهة البركان، فجأة سمع صوت مدوي وانفجار الصخور على الجبل. سقط الحصى مثل المطر مع في المكان الذي سقط فيه فارس. في وسط المطر الحصوي وقفت شخصية نحيفة مرة أخرى. كان الأمر أشبه بعودة طارق الفينيك من الرماد، لقد بدا ثابتا كالجبال بمجرد وقوفه هناك. لقد أثارت تلك الهالة القوية من الغطرسة الخوف في قلوب الكثيرين. ماذا؟ كيف يكون هذا ممكنا؟ هو ليس ميتا؟ من بين القوات المشتركة للتسعة مقاتلين الأقوياء كان هناك نظرة رعب على وجوه الناس. ساد الصمت على قمة جبل فوجي. نظر الجميع إلى الشاب الذي وقف أمامهم مرة أخرى وكأنهم ينظرون إلى شيطان. معلمي، كنت أعلم إنك ستكون بخير. بكت سمارة من شدة الفرح عندما وقفت الشخصية التي كانت مألوفة لديها على قمة الأنقاض مثل ضوء الشمس الذي أشرق في الظلام. ابتسمت الشابة التي كانت حزينة في وقت سابق الآن. كان فارس يعني الكثير بالنسبة لسمارة. لقد كان كل شيء بالنسبة لها. لم يمت الشاب بعد. كيف يكون التعامل معه صعبا إلى هذه الدرجة؟ ارتعشت عينا عاصف. لم يخطر بباله قط أن ينجو فارس بعد إصابته الخطيرة، حتى إنه كان قادرا على الوقوف أمامهم. لقد قلل من تقدير قدرة فارس على الصمود. ظلت تلك الشخصية واقفة بينما حاول الحشد التغلب على صدمتهم. جال ببصره على الناس أمامه ببرودة. صخر وهو يقف ويداه خلف ظهره. صوته الملكي المهيب انطلق مثل صوت الرعد. هز فارس رأسه وهو يبتسم. اسمك عاصف، أليس كذلك؟ هل كنت تعتقد حقا أنه يمكنك قتلي باستخدام تلك الوسيلة الحقيرة؟ لا أستطيع إلا أن أقول إنك ساذج للغاية. مشى إلى الأمام بينما كان يتحدث. ازدادت الهالة حوله مع كل خطوة يخطوها، وسرعان ما أصبح مليئا بالسلطة. كان الجميع يراقبون كيف ارتجفت الصخور الجبل أمامه وكيف كانت السحب تدور بقلق خلفه. يتبع الفصل 918. تم قمع جميع الأعداء. بلغ حضور فارس ذروته عندما اقترب من عاصف والبقية. كان الأمر أشبه بحضور ملك يقف على الأرض مرتفعة وهو ينظر إلى العالم ورعيته بغطرسة. فجأة انطلق صوت قوي مثل الصاعقة من السماء وملأ السماء. أيها النمل، ليس لديكم أي فكرة عمن يقف أمامكم. أنا فارس السماوي شداد، التنين العظيم الذي لا مثيل له في هذا العالم. أنا وحدي قادر على قمع كل أعدائي. وقف فارس بفخر تحت السماء بينما كان صوته يتردد بصوت عالي. غطت نظر شرير عينيه العميقتين ووجهه الوسيم، بينما انتشرت ابتسامة جليدية متسلطة عبر شفتيه.
ماذا؟ التنين العظيم لا مثيل له في هذا العالم. هل هو قادر على قمع جميع الأعداء؟ ماذا يحدث؟ إنه يتصرف الآن بشكل متغطرس للغاية، أليس كذلك؟ بعد سماع ما قاله فارس، سخر منه التلاميذ الثمانية من منظمة الحكام الثلاثة. نظروا إليه كما لو كانوا ينظرون إلى أحمق. كانت هذه هي المرة الأولى التي يرون فيها شخصا لديه الجرأة ليقول مثل هذه الأشياء المتباهية. اندفع التلاميذ الثمانية من منظمة الحكام الثلاثة إلى الأمام مرة أخرى وهم يوبخون فارس: أنت مجرد طفل. ما الذي أعطاك الثقة للتحدث بهذه الطريقة الفظيعة؟ فلتمت الآن. أطلقوا طاقتهم الداخلية وهم متجهون نحو فارس. لقد رفضوا أن يصدقوا أن فارس المصاب بجروح خطيرة يمكن أن يصمد أمام هجوم آخر ويهزمهم. ضربة السيف الوهمية، اليد التي تشق اللهب. في غمضة عين أطلق التلاميذ الثمانية حركات فنونهم القتالية في هجومهم. هذه المرة اختار عاصف الانضمام إلى القتال على الفور في محاولة لضمان النصر. رأى الحشد عاصف يقفز فجأة إلى السماء. تحركت صورته الظلية بسرعة مثل المياه المتدفقة. لا عجب أنه نائب رئيس منظمة الحكام الثلاثة والمرتبة الثانية في دائرة الفنون القتالية في اليابان بهذه السرعة. سيكون من المستحيل تقريبا العثور على ند. الضربة القاضية العليا، الهجوم. قام عاصف بسلسلة من الحركات الأصابع بينما كان يتمتم بتعاويذ تليها هدير منخفض. وبمجرد أن أكمل التعويذة ظهرت فجأة هبة ريح قوية وتسببت في ظهور دوامات من رقاقات الثلج في الهواء تحت سيطرة عاصف. أصبحت رقاقات الثلج صلبة مثل الفولاذ وحادة مثل السيف. طارت رقاقات الثلج المتصلبة نحو فارس مثل آلاف السيوف وأحاطت به في لحظة بطاقة متفجرة. ومع ذلك لم يتأثر فارس بجميع الهجمات التي جاءت مباشرة نحوه، ولم يتراجع ولم يتهرب من الهجوم. لم يكن لدى فارس كلمة تراجع في قاموسه. إذا تجرأ أعداؤه على مهاجمته بالسيوف فإنه سيرد عليهم بدمائهم، العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. وبفضل هذا الاعتقاد قفز فارس إلى السماء. بدا جسده النحيل وكأنه مملوء بالقوة التي تمكنه من تحريك السماوات والأرض، حتى إن خطوة واحدة قد تسحق المجرات. في الوقت نفسه رن صوته القوي: الحركة الأولى لاستدعاء السحابة السماوية، رقلة السحاب والشمس. هكذا قام فارس بقمع قوة الطاقة المشتركة من تلاميذ الثمانية بركلة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك سقطت ركلته أيضا على صدر أحد التلاميذ. على الفور انفجر صدر الرجل وتناثرت أعضاؤه الداخلية مع دمائه أمام أعين الجميع. ما مدى قوة هذه الركلة؟ كانت الركلة من فارس قد اخترقت صدر ذلك الرجل. دخل من صدره وخرج من ظهره. لقد مات ذلك الرجل على الفور قبل أن يتمكن من نطق بصوت واحد: أيها الوغد القاسي، سوف تدفع ثمن هذا بحياتك. لقد انتهت حياة رجل قبل أن يتمكن من طرف عينيه. تحولت أعين بقية التلاميذ السبعة إلى اللون الأحمر. نبحوا بعنف على فارس مثل مجموعة من الكلاب المجنونة وهاجموه بكل قوتهم. ظل فارس غير متأثر بصرخات الكراهية التي سمعها. لم يكن هناك أي فرح ولا تعبير ندم على هذا الوجه الجميل. لقد كان لديه تعبير بارد فقط. عندما هبط فارس على الأرض شد على جبطته اليمنى وضربها للأسفل. الحركة الثانية، انهيار جبلي هائل. في اللحظة التي سقطت فيها لكمته دارت السحب بعنف حيث شعر الجميع بموجات من الطاقة تشع من اللكمة. اهتزت الأرض تحت أقدامهم على الفور وانشقت دون أدنى شك. ارتطمت هذه اللكمة القوية من فارس بشخص آخر مباشرة. لقد حطمت قوة لكمته محاولته للدفاع عن نفسه وسقطت على رأسه دون رحمة.
انفجر رأس الرجل مثل بيضة تصطدم بصخرة، وخرجت أجزاء من دماغه مختلطة بالدم مع الانفجار، ومثل ورقة شجر تسقط بهدوء من شجرة في الخريف انهار الجسد بلا رأس ببطء على الأرض. لقد ذهبت حياة شخص آخر في ثواني. حمل نسيم بارد دمه وأمطر المكان بالدماء، وفجأة تحولت البقعة الشاسعة من الثلج الأبيض إلى بقعة حمراء. رقم 5: أيها الوغد، أعيدوا لنا أخانا، أعيدوها الآن، أعيدوه إلينا. أثار موت الشخص الثاني غضب بقية الأخوة الستة. لقد أعمتهم الكراهية ولم يعد بوسعهم التفكير بشكل منطقي. زأروا مرارا وتكرارا. في نظر فارس كانوا مثل العس نحو اللهب، يندفعون إلى حتفهم واحدا تلو الآخر. الحركة الثالثة: اليد التي تهز الأرض. لم يكن هناك تردد، ناهيك عن الرحمة. تم إطلاق الحركة الثالثة من استدعاء السحاب السماوي مباشرة بعد الحركتين السابقتين. تجمعت كمية هائلة من الطاقة في بصمة كف غطت السماء. كانت بصمة النخيل هائلة وغطت الشمس تقريبا. بمجرد ظهورها انقض عليهم بلا رحمة. اهتزت الأرض مرة أخرى عند قمة جبل فوجي. لقد رأى الجميع شخصا آخر يضربه فارس. عندما تبددت قوة الطاقة، كل ما تبقى هو بصمة راحة اليد عميقة وهائلة على الأرض. في منتصف بصمة راحة اليد كان هناك جسد مسحوق مسطحا، ولم يتبقى عليه سوى بعض قطع الملابس. بقى ورقة. في الواقع أدت حركة راحة يد فارس إلى تحطيم تلميذ مشهور من منظمة الحكام الثلاثة إلى أشلاء. ماذا؟ كيف؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا عمل الشيطان، أليس كذلك؟ كل ما كان مطلوبا هو لكمة واحدة وكف واحد وركلة واحدة لقتل 3 مقاتلين أقوياء في الفنون القتالية. الشخص الأول أصيب بثقب في صدره نتيجة ركلة، والشخص الثاني تفجر رأسه، أما الشخص الثالث فقد تحطم إلى أشلاء، وما تبقى منه لا يمكنه اعتباره حتى بقايا جسد. أصيب الجميع بالرعب مما رأوه. شعر راناش بأنه متقذر في مكانه بينما كان ينظر دون أن يرف له جفن نحو فارس. لقد اعتقد أن فارس كان بالفعل اكتشافا نادرا باعتباره أستاذا كبيرا في مثل هذا العمر الصغير، والآن يبدو أنه كان مخطئا. لقد استهان الجميع بهذا الشاب. لم يكن مجرد أستاذ كبير، بل كان أستاذا هائلا. أستاذ هائل يبلغ من العمر 20 عاما. يا إلهي، هل كان هذا الشاب إنسانا حقا؟ أصبح عقل راناش بدر فارغا. لقد كان مذهولا تماما. يطبع الفصل 919. تقديم العدالة نيابة على قمة جبل فوجي. لم يكن هناك سوى الفوضى على الأرض الملطخة بالدماء، وبقدر ما تستطيع العين أن ترى كانت هناك شكوك في كل مكان على الأرض. بينما كانت جثتان ملقيتان على الثلج، أصيب أحدهم بجرح نافذ على صدره، ولم يبقى في الآخر إلا نصف الجسد. وكان الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو بصمة النخيل المهددة التي تركت علامة محدبة في الأرض. الدم الملون بشكل واضح يختلط مع الثلج أثناء تساقطه. ذهل الجميع تماما. لم يصدق أحد أن يتعرض أسياد منظمة الحكام الثلاثة لهزيمة ساحقة على يد فارس واحدا تلو الآخر في غضون ثواني. وأيضا قتل كل واحد منهم بضربة واحدة. كانت تحركاته وحشية للغاية، حتى إنها تركت الجميع يرتجفون. ظهرت نظرات جدية غير معتادة على وجوه الجميع. صدم عاصف عندما نظر مباشرة إلى فارس. يا إلهي، كيف أصبح هذا الشاب قويا فجأة؟ في البداية كان يعتقد أنه حتى لو لم يمت فارس من هجماتهم القاتلة
فإنه سيكون مرهقا وغير قادر على الدفاع عن نفسه. ومع ذلك فإن المنظر أمامه كان بمثابة صف على وجهه حقا. لقد فقدوا 3 من أساتذة الشطرنج الكبار لأنهم قللوا من شأن عدوهم. كان عاصف غاضبا، حيث أن تلاميذ منظمة الحكام الثلاثة هم الأكثر موهبة من بين مئات الملايين من الناس. بالإضافة إلى ذلك فقد انفقوا قدرا هائلا من الموارد في إعدادهم لعقود من الزمن قبل أن يتمكنوا أخيرا من أن يصبحوا أساتذة عظماء. باعتبار هؤلاء التلاميذ مستقبل دائرة الفنون القتالية اليابانية، تم إعدادهم كقادة في المستقبل. لذا فإن موت كل واحد منهم كانت بمثابة خسارة كبيرة لدائرة الفنون القتالية اليابانية. لقد فقدوا فجأة 3 تلاميذ. كان عاصف حزينا بشكل طبيعي، وشعر وكأن قلبه ينزف. هذا الرجل الأردناري اللعين إنه يواصل قتل شعبنا. يجب أن أضربه حتى لا يتحول إلى شيء سوى عظام ورماد حتى لو مات. تحولت عيون عاصف على الفور إلى اللون الأحمر من الكراهية. ضغط على قبضتيه بقوة لدرجة أن أظافره حفرت في لحمه. كانت عيناه مليئتين بالغضب لدرجة أن النار كادت أن تنطلق منهما. البقية منكم اذبحوا الشاب الصغير معي باستخدام تشكيل السماء المكون من 4 مراحل. لم يعد عاصف يهتم بسمعته بعد الآن، وقرر على الفور الجمع بين قوته وقوة تلاميذه المتبقيين للقضاء على فارس. إذا تمكنت من هزيمتك مرة واحدة فإن مؤكد أنني أستطيع فعل ذلك مرة أخرى. قفز عاصف في الهواء وسط كلماته الغاضبة. أحاطت به الطاقة الداخلية وتجمعت بشكل مهدد. تدفقت طاقة هائلة من خلاله مثل المياه المضطربة. وأخيرا تجمعت كل الطاقة على راحة عاصف. صاح عاصف ببرود وهو يقطع الهواء بيده. ضربة الإعصار العليا الشيطانية. بدا وكأنه على وشك قطع السماوات بالسيف أو صاعقة البرق. كان الجميع يشاهدون الضوء الأسود وهو يتدفق من يد عاصف مثل النجوم الساقطة. كانوا قادرين على رؤية الأشباح بشكل غامض في الضوء المظلم وسماع عواء الأرواح. هذه التقنية. هل هذه هي تقنية النينجا الشبح؟ دهش راناش والآخرون من هذا المنظر. انقبضت حدقات أعينهم وهم يصرخون دون سيطرة عليهم. تقنية النينجا الشبح. السيد بدر، ما هي تقنية النينجا الشبح؟ لم يستطع الجميع أن يمنعوا أنفسهم من الشعور بالارتباك، وتحولت كل الأنظار إلى راناش بدر. تتلخص تقنية النينجا الشبح في التحكم في الأشباح. في الواقع هذه الأشباح المزعومة هي أرواح بشرية. في الماضي كان هناك الكثير من سادة الأشباح كانوا يحاصرون الأرواح عندما يقتلون الآخرين ويمسحون وعيهم لتحويلهم إلى أرواح خبيثة لمنعهم من التناسخ. كانت هذه الأرواح الخبيثة قوية بشكل لا يصدق وخارج هذا العالم. قال رناش في حالة من عدم التصديق والصدمة في عينيه. في النهاية غضب الجمهور من مدى قسوة هذه المهارة وحكموا عليها بالسحر. انتهى الأمر بمقاطعتهما وقتل الكثير من ممارسيها. لذا انحدرت تقنية نينجا الشبح في غضون بضع سنوات. اختفى أسياد الأشباح تماما. اعتقدت أن تقنية نينجا الشبح قد ضاعت منذ فترة طويلة. لم أكن أعتقد أنني سأراها مرة أخرى. لم يعتقدوا أن أحد رؤساء منظمة الحكام الثلاثة وثاني أقوى فنان قتالي في اليابان سيعرف تقنية النينجا الشبح المفقودة منذ زمن طويل. بالإضافة إلى ذلك، انطلاقا من مدى قوتها، فمن المحتمل أن عاصف قام بتحويل الكثير من الأرواح القوية سرا على مر السنين. هبت ريح باردة مخيفة في الهواء. بدأ أن صراخ الأرواح المزعجة يأتي من الضوء المظلم. لقد بدا الأمر مأساويا ومزعجا للآذان. لقد شعروا وكأن أرواحهم ضالة عانت لقد شعروا وكأنهم أرواح ضالة عانت الكثير من المظالم حتى ارتفع استيائها إلى السماء.
لم يتمكن الجميع من منع أنفسهم من الارتعاش من خوف. ابدأ تشكيل السماء المكون من 4 مراحل. لم يهدر الأشخاص ال5 الآخرون أي وقت، بينما جمع عاصف طاقته الداخلية واستعد للقتال. لقد ساعدوا عاصف في هجومه من خلال إطلاق تقنية السيف المكونة من 4 مراحل في السماء. على الرغم من وفاة 3 من زملائهم في الفريق، إلا أنهم ما زالوا قادرين على عمل التشكيل. ومع ذلك لم يكن التشكيل قويا بنفس القدر. وفي غمضة عين أضاء سيف ضخم وهو معلق في الهواء. ارتد ضوء مهدد من السيف الذهبي وترك الجميع يرتجفون. تجمعت تقنية السيف المكونة من 4 مراحل من تشكيل السماء مع تقنية النينجا الشبح، واتجهت نحو فارس. اليوم سأعطيك لمحة عن تقنية النينجا الشبحية المفقودة منذ زمن طويل. بعد وفاتك سأحول روحك إلى روح خبيثة وأمنعك من العودة للحياة مرة أخرى أبدا. هبت ريح هائجة في الهواء. أصبح تعبير وجه عاصف شريرا وسط طاقته الداخلية اللامحدودة. بدا وجهه المسن الشرير وكأنه وجه الشيطان. لقد كان قبيحا ومخيفا. مع صراخ، الطاقة الداخلية في يده تكثفت مرة أخرى. عوت الأرواح الخبيثة وسط الضوء المظلم، وجاءت مسرعة نحو فارس كما لو كانوا على وشك المطالبة بحياته. سيدي، يجب أن تنجو دون أن يصاب أحد بأذى. يجب عليك فعل ذلك بكل تأكيد. شحب وجه سمارة عندما شاهدت عاصف يهاجم فجأة. وضعت يديها أمامها وأغلقت عينيها للصلاة بلا توقف. لقد كان القلق على فارس يملأ قلبها، ومع ذلك ظل فارس شجاعا عندما شن عاصف والآخرون هجومهم. كان يقف يديه خلف ظهره ويبتسم بفخر. كان واقفا تحت السماء مهيبا. كيف يمكن للأرواح الشريرة أن تسبب الفوضى في وضح النهار؟ اليوم أنا فارس السماوي شداد، سأخدم العدالة نيابة عن العظماء، وأهزم تقنية النينجا الشبح الخاصة بك. بدا ضحكه المهدد مثل صوت الرعد الغير متوقع عندما هز الأرض. اهتزت الأرض بينما انفجر الهواء. يمكن رؤية الطاقة الداخلية الشاهقة تتدفق نحو فارس. كان فارس مثل قطعة من الأسفنجة الجاف يمتص الطاقة بجنون، استدعاء الحركة الرابعة للسحابة السماوية، إصبع اللهب الأحمر. وأخيرا انفجرت طاقة داخلية مكثفة في الهواء مع صرخة. يتبع الفصل 920. لم يتبقى سوى الأرض المحترقة. بدا الأمر كما لو أن صوتا قويا كان قادما من أعماق العالم السفلي. اهتز جبل فوجي بأكمله بشكل صادم عندما صرخ. في لحظة واحدة تدفقت الحمم البركانية من فوهة البركان النائمة في جبل فوجي أمام أعين الجميع المصدومة. بدا الأمر وكأن بركة من الحمم البركانية تدفقت فجأة من الحفرة. تجمعت الصهارة المتدفقة في يد فارس بينما كان الجميع يحدقون بأعينهم المنتفخة. وأخيرا اندمجت الحمم البركانية على هيئة كف يد ضخمة. كان طولها حوالي 100 متر وعرضها 1 أمتار. كانت طبعة راحة اليد النارية الضخمة معلقة في الهواء مثل التنين. شاهد الجميع بينما رفع فارس يده وهاجمهم. لقد كان الأمر وكأن الضوء يخترق الظلام ويقطع السماء كالسيف. في لحظة اندفعت الصهارة نحوهم بينما طار تنين النار الوحشي نحوهم. كل ما استطاعوا رؤيته هو القوة المذهلة التي يمتلكها فارس. وقف فارس بفخر تحت السماء. انطلق تنينه الناري نحوهم بوحشية. لقد جعلت الطاقة المكثفة الجميع يشعرون وكأن حاكمهم قد منحهم نعمة يشرف عليهم. أنا التنين العظيم وسأقضي على جميع الأعداء. وسط هديره المدوي وصل تنين النار أخيرا إلى هدفه. طار تنين النار الذي يبلغ طوله 100 متر نحوهم. نزل عليهم كالصاعقة التي اخترقت الأرض. ثم اصطدمت بعاصف والهجوم المشترك للآخرين بقوة لا يمكن إيقافها. جاء صوت قوي مثل الرعد غير متوقع.
طاقة داخلية لا حدود لها اندفعت إلى الخارج بعنف نتيجة الاصطدام. في كل مكان انتشرت فيه الطاقة الداخلية انقسمت الشكوك على الأرض، بينما تدفقت السحب بجنون في الهواء، حتى سلوك جبل فوجي التي بقيت على القمة والفصول تبخرت على الفور في الهواء تحت هذا الهجوم. لقد كاد جبل فوجي أن يسحق بالكامل بسبب القوة الهائلة التي أحدثها الزلزال، حيث تشققت الأرض واهتزت. ظل الصوت المدوي يرن في آذان الجميع، ووصلت الرياح حتى سفح جبل فوجي الذي كان على بعد الآلاف الأمتار تحته، حتى أن الآلاف من أعضاء المجموعات المالية الستة الكبرى اجتاحتهم القوة الداخلية وطاروا في الهواء. سيدة شاكيرا، ادخلي إلى السيارة الآن، يمكنك الاختباء هناك. كان زرباياوي خائفا بالتأكيد. تحول وجهه إلى الشحوب عندما حاول بسرعة سحب شاكيرا حانوتي إلى السيارة المصفحة خلفهم. حتى ذلك الحين لم تكن السيارة قادرة على الصمود في وجه الرياح. أدت الرياح بشكل صادم إلى انقلاب سيارة لاند روفر الثقيلة والتي تزن بضعة أطنان. انقلبت السيارة عدة مرات قبل أن تتوقف. لحسن الحظ لم تتدحرج بسرعة كبيرة، لذا لم تلحق الأذى بشاكيرا حانوتي والآخرين. لقد عانوا فقط من بعض الخدوش على جباههم. استطاعت شاكيرا والآخرون الخروج من السيارة بصعوبة بعد نجاتهم من الحادث. رفعوا رؤوسهم وشاهدوا بصدمة. هبت بصمة يد نارية ضخمة على جبل فوجي مثل تنين النار. ترك الأرض تهتز بينما كانت السحب تتحرك بعنف. انفجرت أطنان من الصخور وتدحرجت إلى أسفل الجبل. شعرت وكأن السماء تمطر بالنيازك. يا إلهي، ماذا يحدث هنا؟ ماذا يحدث هنا؟ هل وصل حاكم أم ماذا؟ أصيب الجميع عند سفح جبل فوجي بالذهول. حدق زرباياوي في الرعب بينما انقبضت حدقة عيناي كواسلاوي. كانت عيون شاكيرا حانوتي مليئة بالصدمة. اعتقدت شاكيرا أن أقوى رجل على وجه الأرض هو السيد شداد. من مظهرها الآن يبدو أنها كانت مخطئة. اتضح أن هناك أشخاصا كانوا أكثر روعة من السيد شداد. ربما كانت هذه معجزة. سقط الجميع في صمت تام عند سفح جبل فوجي من الصدمة، ومع ذلك استمر الصوت المدوي في الزهور من قمة جبل فوجي. بدا الصوت الصاخب مثل ضجيج الرعد وهو يرن في الغلاف الجوي. كانت قمة جبل وسفحه يفصل بينهما 1000 متر فقط، ومع ذلك وقد بدوا مختلفين تماما، كأن أحدهما مثل الجنة بينما كان الآخر يعيش في الجحيم. لقد كانا متناقضين مثل الجليد والنار. لكن الصوت المدوي في قمة جبل فوجي لم يدوم طويلا. تصاعد دخان اسود من تقنية شبح النينجا الخاصة بعاصف بعد أن هاجمهم فارس بإصبع اللهب الأحمر. عوت الأشباح والشياطين في الدخان الأسود. لقد بدا الأمر مأساويا للغاية حتى إنه ترك شعرهم واقفا، وبعد لحظات تبدد الدخان واخترق الإصبع الناري الضخم هجوم عاصف، ثم حرق الأرواح الخبيثة التي كانت تحت سيطرة عاصف بواسطة إصبع اللهب الأحمر الخاص بفارس. صدم عاصف من هذا المشهد. ماذا؟ لم يكن يتوقع أن يتم تدمير مهارته الأقوى بواسطة هجوم فارس. لقد تم التغلب عليها في وقت قصير. دمر إصبع اللهب الأحمر كل شيء في طريقه، حتى الهواء تم امتصاصه بالكامل بسبب هذه الحركة. تم القضاء على الأرواح الخبيثة بالكامل بواسطة النار. تغلب فارس على جميع هجمات عاصف في لحظة، كما لو كان يسحق الأعشاب الجافة ويحطم الخشب الفاسد. إن تشكيل السماء المكون من 4 مراحل والذي استخدمه تلاميذ منظمة الحكام الثلاثة لم يكن قادرا على النجاة حتى من ضربة واحدة. في غمضة عين هزم عاصف والتلاميذ الستة بسبب هجوم فارس. ارتجف عاصف والآخرون من هول الصدمة وبصقوا الدماء في نفس الوقت. تحولت وجوههم بوضوح إلى اللون الشاحب، ومع ذلك لم يتوقف إصبع اللهب الأحمر بعد مهاجمته لعاصف ورفاقه.
بل هاجمهم مرة أخرى بينما كانوا لا يزالون يسعلون الدماء. يبدو أن فارس كان يخطط للقضاء على هؤلاء الأشخاص المزعجين إلى الأبد باستخدام القوة الساحقة. أصيب راناش والآخرون برعب على الفور. هل كان الصبي الأردناري سيقتل عاصف والآخرين؟ عند التفكير في هذا الاحتمال ارتجف المعلم كيلاني وإسحاق هيروتو وزأر بعنف. توقف، كيف تجرؤ؟ ولكن كان الأوان قد فات. لقد نزل إصبع فارس بالفعل وسقط على عاصف والآخرين. ظهرت شكوك على الأرض نتيجة هجوم إصبع اللهب الأحمر. تبخرت السلوك على الفور. لم يتبقى خلفها سوى الأرض الملطخة بالدماء. بدت الجبال المتدحرجة مثل الثعابين الفضية في حين كانت السهول بيضاء. وقع المعلم كيلاني والآخرون في يأس أكبر عندما لم يكثف فارس بهجوم واحد فقط. ضربهم فارس 3 مرات متواصلة. ارتفعت طاقته الداخلية في الهواء أثناء مناورته مع تنين النار في يده. في لحظة وقف فارس على بحر من النار. ارتفعت صرخات المعلم كيلان المأساوية في الهواء بفعل الرياح الهائجة على قمة جبل فوجي. لا، توقف أيها الوغد، توقف الآن، توقف. ولكن ماذا لو صرخ كالمجنون؟ لم يتمكن من فعل شيء سوى الوقوف ومشاهدة عاصف والآخرين يبتلعهم بحر من النيران. هبت الرياح الباردة بينما ارتفعت النيران إلى السماء. لم تتلاشى آثار الحريق إلا بعد فترة طويلة، ثم عاد كل شيء إلى طبيعته بعد العاصفة. ومع ذلك فإن المكان الذي وقف فيه عاصف والآخرون أصبح الآن فارغا. كل ما تبقى هو الرماد الذي تناثر في الهواء بواسطة رياح الجبل. قام إصبع اللهب الأحمر بتدمير عاصف وال5 تلاميذ من منظمة الحكام ال3 وتحويلهم إلى رماد تماما. لقد تغلب عليهم فارس بشكل ساحق بضربة واحدة. كل ما تبقى منهم هو الأرض المحترقة. لم يخطر ببالهم أبدا أن عاصف العظيم سوف يتحول إلى كومة من الغبار على الرغم من إنجازاته. وفي تلك اللحظة ساد الصمت. ارتجف الجميع من الرعب. فقط شاب واحد استمر في الوقوف بفخر على جبل فوجي. وطبعا انتوا عارفين ده مين. إنه فارس السماوي شداد العظيم. وهنا نكون طبعا وصلنا لنهاية ال5 فصول اللي احنا هننزلهم النهاردة. تمام، يعني بحاول كده بقدر الامكان كده يا جماعة، يعني انتوا شجعوني بس بحيث ان انا ايه يعني انزل لكم تاني. يعني انا حرفيا مستعد ان انا انزل على طول، بس المشكلة ان انا مش لاقي اصلا دعم. يعني الدنيا اصلا خربانة خالص، فيعني شجعوني بحيث ان انا انزل لكم بقى. تمام، تشجيع كده بكومنت حلو بشوية لايكات وتشير برضو الرواية وكده، يعني ظبطوني كده شوية حلوين كده. وطبعا ما تنسوش بس تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. وحاولوا اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الإلقاء بتاعي، ولا احاول اغيره. يعني احاول اخليه سريع كده شوية، لان انا حرفيا الخمس فصول دولت انا خلوني اكح كح لغاية ما زوري اصلا خلاص، انا زوري اتبهدل مات. طبعا لان انا اصلا بحاول بقدر الامكان ان انا ايه اظبط الصوت، يعني اظبط طبقة الصوت كده بحيث ان هي تبقى ايه، تبقى متماشية كده مع فاهم انت، مع القصة، بحيث ان ادخلكم في الاجواء. طبعا مش زي الفيديو اللي فات اللي هو بتاع اللي الادوار تتبدل دي. طبعا انا كنت بقرأ كده وخلاص، يعني عك وليس كله كويس. ماشي، فحاولوا كده تقولوا في الكومنتات كده محتاجين ايه. والسلام يا اساطير.